النهاردة قررت أخرج عن صمتي وأحكي لكم قصتي اللي ممكن تستغربوها أو تقولوا عليا مجنونة. أنا اسمي شهد وعندي 26 سنة، عايشة في قرية في مصر. من صغري وأنا ما عنديش أي اختلاط بأي حد وما عنديش حتى صحاب. أنا اتجوزت من حوالي 5 سنين، اتجوزت واحد اسمه وليد أكبر مني ب8 سنين. حياتنا كانت مستقرة وكنا قاعدين في بيت عيلة واحد. حماتي عايشة في الدور الأرضي وأخو جوزي ومراته عايشين في الدور التاني، وأنا وجوزي عايشين في الشقة اللي في الدور الأول. جوزي شغال في مصنع ملابس في القاهرة وبيصحى كل يوم بدري ويسافر ويروح شغله. بيصحى على الساعة 5 الفجر كده ويقضي يومه ويرجع بالليل على الساعة 9. ولحد دلوقتي احنا لسه ما خلفناش، وعشان حالتنا المادية بسيطة مفيش معانا فلوس نروح نكشف كل شوية عند دكتور، وأنا راضية باللي ربنا كتبهولي وبقول الحمد لله. أنا كل يوم لما جوزي بيروح شغله بصحى أروق شقتي وأنظفها وأعمل كل اللي ورايا فيها، ولو محتاجة حاجة من السوق بروح أشتريها وأعملها وأظبط شقتي. وبعد كده بنزل شقة حماتي، وسلفتي كمان بتنزل على شقة حماتي وبتنظف معايا وبتروق معايا. يعني إحنا لازم نساعد حماتي عشان هي ست كبيرة في السن. بنعمل الأكل لحماتي وبنروق لها شقتها، يعني بنظبط لها الشقة على الآخر، وبعد كده كل واحدة فينا بتطلع شقتها. سلفتي دي عندها 34 سنة ومتجوزة أخوه الكبير. هما بس 2 صبيان، ما عندهمش اخوات تانيين. أخو جوزي بيشتغل بس في الأرض ومش بيشتغل في أي حاجة تانية. هما عندهم أرض كبيرة وهو اللي مسؤول عنها، هو اللي بيزرع وبيجيب العمال وبيعمل كل حاجة. هو سنه حوالي 41 سنة وبيحب سلفتي وكويسين مع بعض. أنا من كتر قعدتي مع سلفتي كل يوم في شقة حماتي بقينا واخدين على بعض قوي وبقينا متصاحبين خالص، وبتحكيلي على كل حاجة، يعني واخدين على بعض قوي. وأنا كمان بقيت بحكي لها حاجات كتير، بس يعني أوقات كنت بلاحظ كده حاجات منها ما بحبهاش خالص. كانت بتسألني أسئلة جريئة قوي، كانت تقولي هو جوزك عامل معاكي إيه؟ فأنا أقول لها يعني إيه عامل معايا إيه؟ تقولي أنت هتستعبطي. أقول لها بجد مش فاهمة. تقولي يعني عامل معاكي إيه في العلاقة؟ فيعني ما بقتش عارفة أقول لها إيه، فبقول لها الحمد لله وبسكت على كده. فلقيتها بتقولي بس أنا حاسة إن أنت مش مرتاحة. فأنا قلت لها ليه بتقولي كده؟ تقولي مش عارفة بس هو ده إحساسي. فبقول لها لا، أكيد إحساسك مش صح، أنا الحمد لله كويسة. وبقيت أوقات كتير تقولي نفس السؤال بشكل مختلف، وأنا يعني بقيت أطنشها، ما بقيتش أركز معاها. لحد ما في يوم كده سألتني سؤال غير حياتي كلها، خلاني بقيت واحدة تانية خالص غير بتاعت زمان. السؤال اللي قالتهولي هو أنتي شفتي أفلام قبل كده؟ قلت لها أفلام إيه؟ قالت لي أنتي هتستعبطي، هو في واحدة في سنك ما شافتش أفلام؟ قلت لها والله ما أعرف أنتي قصدك إيه وبتتكلمي على إيه. قالت لي طيب خلاص، أنا يومين كده هفرجك على حاجة هتعجبك قوي، بس لما نبقى قاعدين لوحدينا. فأنا بصراحة استغربتها قوي، ما بقتش فاهمة قصدها إيه، بس قلت لها خلاص ماشي. وبعد ما طلعت شقتي فضلت أفكر مع نفسي وأقول لنفسي أفلام إيه اللي ما شفتهاش دي؟ هي سلفتي قصدها إيه؟ ده أنا على طول يعني كنت بشوف معظم الأفلام الجديدة على الدش، وعمري ما كان معايا موبايل حديث بكاميرا إلا من شهرين بس لما جوزي جابهولي. ما كنتش فاهمة خالص سلفتي بتتكلم على إيه. بعد يومين كده نزلت أنا وسلفتي في شقة حماتي الصبح زي ما إحنا متعودين. رحنا الشقة ونظفناها، وحماتي كانت لسه نايمة. هي ست كبيرة ومتعودة تصحى على الساعة 12 الظهر كده. لقيت سلفتي وإحنا في شقة حماتي بعد ما خلصنا شغل التنظيف والأكل بتقولي يلا بينا. قلت لها يلا بينا إيه؟ قالت لي تعالي عشان أفرجك على الحاجة اللي قلتلك عليها. قلت لها ماشي تعالي. كنا قاعدين وقتها في الصالة، لقيت سلفتي قامت ودخلت الأوضة وندهت عليا، وأنا رحت لها. قالت لي ادخلي وقفلي الباب وراكي وطفي النور. قلت لها ليه يعني مش فاهمة؟ قالت لي اسمعي الكلام بس، طفي النور وتعالي اقعدي جنبي. قلت لها ماشي، بس كنت مستغربة من اللي بيحصل شوية. وطفيت نور الأوضة، وكان الموبايل بتاعها عامل إضاءة خفيفة كده. وسلفتي قالت لي تعالي اقعدي جنبي على السرير. رحت رايحة قعدت جنبها وهي ماسكة الموبايل، وراحت سلفتي مشغلة الفيلم اللي هي قالت لي عليه. وأنا قاعدة جنبها لقيت الفيلم بالإنجليزي، بس فهمت يعني إن قصة الفيلم إن واحدة قاعدة مع جوزها في البيت وبتشتكي له إن ضرسها بيوجعها، وقالت لجوزها إنها محتاجة تروح للدكتور. جوزها أخدها وراحوا للدكتور، بس كانوا متأخرين، يعني كانوا آخر ناس في العيادة. ولما جه ميعاد الدور بتاعهم دخلت هي وجوزها للدكتور،
بس أول ما دخلوا عند الدكتور فضل يبصلها كده من فوق لتحت، يعني عجبته قوي. وبعدين الدكتور طلب من جوز الست اللي ضرسها بيوجعها إنه يفضل بره مستني لحد ما يخلص، وهو سمع كلام الدكتور وخرج من الأوضة. والست قعدت على الكرسي بتاع الأسنان ده وفركت رجليها عشان الدكتور يكشف عليها، وكان في ستارة كده ورا الكرسي والدكتور فردها عشان يعني لو حد فتح باب الأوضة ما يشوفش المريض. والدكتور بعد ما شد الستارة قرب من الست وفضل يبص على أسنانها ويكشف عليها، وبعدين فضل يقرب منها ويعمل حركات كده فيها تجاوزات ويمشي إيده على رقبتها. وأنا أول ما شفت المناظر دي استغربت جدا، وفضل قلبي يدق جامد قوي، وكأن كل ما الدكتور يلمس حاجة في جسم الست اللي في الفيلم كان جسمي كله بيتنفض، لحد ما شفت كل حاجة حصلت ما بينهم. وكنت مستغربة قوي عشان دي كانت أول مرة في حياتي أشوف فيلم بالشكل ده. والفيلم كانت مدته 9 دقايق. لقيت سلفتي بتقولي بعد الفيلم ما خلص: قولي إيه رأيك بقى؟ قلت لها: انتي فظيعة قوي، انتي جبتي الفيلم ده منين؟ قالت لي: وانتي مالك، مش لازم تعرفي. قلت لها: خلاص أنا أعصابي سايبة دلوقتي ومش قادرة أتكلم. وعدى اليوم على كده، بس بعدها الفيلم علق في دماغي قوي، وبقيت كل 2 أو 3 أقول لها: فرجيني على فيلم معاكي. وكنت أقعد معاها في الأوضة ونتفرج مع بعض، وفضلنا على الحال ده لمدة 4 شهور، لحد ما جه يوم كده نزلت شقة حماتي زي ما أنا متعودة، ولقيت سلفتي ما نزلتش، فاتصلت بيها لقيتها بتكنسل عليا. قلت أكيد مشغولة في حاجة، بس بعد كده لقيتها نازلة على الظهر، بس كان شكلها باين عليه إنها متضايقة قوي، وحسيت إنها معيطة كتير. سألتها: مالك؟ لقيتها دخلت الأوضة اللي كنا بنتفرج فيها وفضلت تعيط، وبعد محايلة كتير قالت لي: جوزي عرف كل حاجة. قلت لها: عرف إزاي؟ قالت لي: مسك التليفون وشاف كل حاجة، شاف الفيديوهات، صحاني من النوم وفضل يضرب فيا وكان هيطلقني، ومن كتر الضرب قلت له إن انتي كمان بتتفرجي معايا عشان يهدى شوية. فأنا قلت لها: نعم، ليه بس تقولي له كده؟ حرام عليكي. قالت لي: معلش، ما هو ما كانش عايز يبطل ضرب فيا. قلت لها: ربنا يستر، طب هو قالك إيه؟ قالت لي: هو وقتها بطل ضرب ودخل البلكونة وما تكلمش معايا خالص. بعد يومين وانا في شقة حماتي لقيت اخو جوزي بيبصلي بصات غريبة ونده عليا، قال لي: انا عرفت كل اللي حصل بينك وبين مراتي. قلت له: عرفت ايه؟ قال لي: انت عارفة كل حاجة. وبعدين قال لي: جوزك لما يرجع من الشغل انا هقول له على كل حاجة. وراح متعصب وطالع من باب الشقة. انا بقيت مرعوبة، طلعت اجري وراه ووقفت قدامه وقلت له: ابوس رجلك ما تقولش حاجة لاخوك، انا والله اول مرة اشوف الحاجات دي، مراتك هي اللي ورتها لي. قال لي: ماشي خلاص، انزلي دلوقتي ونبقى نشوف الموضوع ده بعدين. وبعدها سلفتي نزلت وحكت لها، وفضلت اتحايل عليها تكلمه عشان ما يقولش لجوزي حاجة. بالليل جوزي رجع، وكان اخو جوزي كل شوية يبصلي وانا مرعوبة. طلعنا شقتنا وجوزي اتعامل معايا عادي، فقلت الحمد لله ان اخوه ما قالوش حاجة. تاني يوم وانا في المطبخ عند حماتي لقيت اخو جوزي داخل عليا، شكرته انه ما اتكلمش. قال لي: اطفي البوتاجاز وتعالي، عايزة اتكلم معاكي. قعدنا لوحدنا وسألني: هو جوزك مقصر معاكي في حاجة؟ في موضوع العلاقة؟ أنا سكت. قال لي: طيب كنتي بتتفرجي على الأفلام دي ليه؟ قلت له بصراحة إنها عجبتني. قال لي: طب إيه رأيك بدل ما تبقى أفلام تبقى حقيقة؟ وهددني إنه هيقول لجوزي لو ما سمعتش كلامه. بعد يومين سلفتي اتخانقت مع جوزها وطلبت مني أوديله الأكل في الأرض. رحت له ولقيته بيحاول يقرب مني، قلت له ما ينفعش وهمشي دلوقتي. بعد يومين تانيين لقيت نفسي عايزة أروح له تاني، وبقيت أوديله الأكل كل يوم، وبقينا كل ما تيجي فرصة نبقى لوحدنا تحصل ما بيننا حاجات. واعترف لي إنه بيحبني، وأنا كمان اعترفت له. في يوم قال لي إن مراته هتروح عند أهلها يومين، وطلب مني أجيله شقته أول ما جوزي ينزل الشغل. رحت له وحصل ما بيننا كل حاجة، وبعدها ما بقتش عايزة جوزي خالص، وبقى أخو جوزي يجيلي الشقة كل 2 أو 3 قبل ما يروح الأرض. فضلنا على الحال ده 5 شهور لحد ما حسيت بوجع جامد في بطني. رحت للدكتور اللي في الصيدلية، قال لي أعمل تحليل حمل. عملت التحليل واتصدمت لما عرفت إني حامل. أنا مش عارفة اللي في بطني ده ابن مين. قلت لأخو جوزي، اتفاجئ، وبالليل قلت لجوزي، طار من الفرحة. قضيت فترة الحمل وأنا هتجنن. بعد ما خلفت فكرت أعمل تحليل DNA، قلت لجوزي وهو وافق. اتفقت مع أخو جوزي نروح القاهرة نعمل التحليل، وعملنا نفسنا رايحين للدكتور عشان ابني. عملنا التحليل وقالوا النتيجة بعد 4 أيام.
بعد ال4 أيام نزلت القاهرة لوحدي من غير ما أعرف أخو جوزي. أخدت النتيجة وما كنتش فاهمة حاجة. طلبت دكتور يفهمني. بص في النتيجة وقال لي النتيجة دي ملهاش علاقة بالشخص اللي كان موجود معاكي، يعني الراجل اللي كان معايا مش هو أبو الطفل. أخدت النتيجة وأنا طايرة من السعادة إن ابني طلع ابن جوزي. قطعت الورقة ورميتها، وأخدت عهد على نفسي قدام ربنا إني مش هخون جوزي تاني أبدا، وهعيش لجوزي وبس. علاقتي بأخو جوزي هترجع عادية زي الأول. أنا خلاص أخدت القرار ده وهفضل مصممة عليه، بس مش عارفة أعمل إيه مع أخو جوزي لو حاول يهددني تاني. محتاج رأيكم في التعليقات، تقولولي أتصرف معاه إزاي لو حاول يهددني.